هل ممكن بقى في يوم من الايام ان احنا نخلي المذاكره دي حاجه حلوه، حاجه بنحب نعملها، مستنيين اليوم اللي يجي بعده عشان مستنيين ان احنا نذاكر في محاضره جديده وحاجه جديده وتحدي جديد؟ هل ممكن نخلي المذاكره زي ما الدكتور او المهندس حابين يروحوا شغلهم ويقابلوا حاجات جديده؟ الحقيقه لو انا وانت فكرنا كده في اكتر حاجه محتاجين نعملها الفتره الجايه دي، سواء انت كطالب ثانوي او طالب في كليه علميه او انا في كارير الطبي، هنلاقي ان اكتر حاجه مطالب ان احنا نعملها الفتره الجايه هي المذاكره. وعلى قد ما احنا مطالبين ان احنا نذاكر كميات كبيره، لو انت ثانويه عامه فاضل لك 50 يوم المفروض يعني مينيمم تذاكر 12 ساعه، وانا نفس الكلام واي حد في كليه علميه، على قد ما الموضوع ده بيبقى شاق قوي وبيبقى متعب بدرجه كبيره. مع ان المذاكره يا اخي موضوع بسيط، انت قاعد على المكتب، قاعد فاتح الكتاب بتقلب في الصفح، انت ما بتبذلش اي مجهود، فاتح التكييف، قاعد في بيتكم، مشروباتك بتيجي لحد عندك، حاجتك بتيجي لحد عندك. الا ان انت في ايام كتيره جدا ما بتبقاش قادر تفتح الكتاب ومش قادر تذاكر ومش قادر تبص حتى في الكتب او في المعلومات. على العلم ان انت لو نزلت الشارع كده، رحت لاي عامل رايح يشتغل في موقع بناء، هتلاقيه راح يشتغل 12 ساعه لو ما كانش اكتر. راجل قاعد في عز الحر اللي انت مش قادر تستحمله وانت خارج في الشارع، نفس الكلام على فكره عليا انا، عمال بيكسر او عمال بيبني وعمال بيبذل مجهود شاق جدا جدا لا يقارن الصله بالمذاكره. نفس الكلام على فكره لو مهندس او حتى دكتور قاعد في عيادته، الراجل ده بيقعد ممكن شيفت 24 ساعه في المستشفى، مجهود جبار. الا انه عمرك ما تلاقي مثلا دكتور قال لك انا مش قادر النهارده، كسلان قوي عن الشغل. او تلاقي عامل البنى يقول لك انا مش قادر اشتغل، انا مش نازل. انزل كده وجرب اسالهم، هتلاقي ان هم منضبطين بدرجه رهيبه في شغلهم وما بيكسلوش عنه. فليه انا او انت في المذاكره الموضوع بيبقى شاق قوي بالنسبه لنا وتسويف جامد قوي، وتحس انها معركه نهايه العالم؟ يا لهوي على النهارده مذاكره محاضره، حاجه صعبه جدا. لان في حاجه وفي فاكتور مهم قوي في المذاكره مش موجود في المهن او الحاجات الشاقه دي، وهو الملل. الملل. الانسان ممكن يتحمل اي حاجه الا الملل. ممكن يتحمل الالم، ممكن يتحمل المشقه، ممكن يتحمل الكبت، يتحمل اي حاجه. الملل ده سلاح رهيب جدا، وهو ده اللي مخلي المذاكره بالصعوبه دي. ما انت معلش برضه قاعد بتقلب لي في الصفح، ما بتتحركش، ما بتقابلش حاجات جديده. زي الدكتور مثلا بيبذل مجهود شغل، لكن معلش مع كل كشف بيقابل تحدي، بيقابل حاله المفروض ان هو يشخصها، هل يا ترى حاجه بسيطه نزله برد، ولا حاجه قويه جدا لا قدر الله سرطان في الدم، ولا كذا ولا كذا. قاعد في تحديات. كذلك المهندس. اما انت يعني طالب زيك قاعدين، اقصى حاجه بنقابلها هو كلام مكتوب في ورق. فالملل ده هو اللي مخليها مهمه تكاد تكون صعبه قوي. طيب هل ممكن بقى في يوم من الايام ان احنا نخلي المذاكره دي حاجه حلوه، حاجه بنحب نعملها، مستنيين اليوم اللي يجي بعده عشان مستنيين ان احنا نذاكر في محاضره جديده وحاجه جديده وتحدي جديد؟ هل ممكن نخلي المذاكره زي ما الدكتور او المهندس حابين يروحوا شغلهم ويقابلوا حاجات جديده؟ الحقيقه لو انا رجعت بالزمن ورا ايام ما كنت حتى اصغر منك في ثانيه ثانوي، افتكر اني كنت بحب ببجي جدا، لدرجه ان كان ممكن العبها 12 ساعه في اليوم لو ما كانش اكتر، من غير ما ظهري يوجعني او ازهق او امل منها او اي حاجه من الكلام ده. وده الحقيقه استوقفني كتير، هو ازاي ببجي قدرت انها تسحلني معاها 12 ساعه من غير ما ازهق منها، مع ان المذاكره اخر ان انا اقعد عليها ساعه وامل واقوم من عليها. انا عارف ان انت هتقول دي لعبه ودي مذاكره، بس معلش برضه انا عايز امشي ورا السيكولوجي بتاعت الموضوع ده. هتلاقي ان ببجي بتعلي لك هرمونات السعاده قوي، النور ابنفرين والسيروتونين والادرينالين والكلام ده كله، بتعليهم جامد قوي في دمك بسبب ان انت بتقابل حاجات جديده وبتقابل تحديات وبتقابل مستويات. المستوى الاول كسبت بتاخد نقط، خسرت بيتخصم منك نقط، كسبت بتروح على المستوى اللي بعده والمستوى اللي بعده. اما في المذاكره ما فيش الكلام ده. طب ازاي ممكن نخلي المذاكره فيها نوعا ما من الكلام ده؟ الحقيقه ان انت كل اللي عليك ان انت تعمله هو كالاتي: ان انت عندك محاضره، سواء انت في ثانويه عامه او في كليه او ايا يكن، محاضره اقصى حاجه مثلا المفروض يبقى 3 صفح. انا عارف ان في محاضرات بتكون اكتر من كده، يا ريت تختصرها ل3 صفح بس. ماشي، اختصرتها وسمعت كلامك، ولو ان الاختصار برضو متعب وانت بتقول المذاكره ممله، بس سمعت كلامك لحد الاخر. بعد ما اختصرتها ل3 صفح، امسك اول صفحه. هو ده اول تحدي بالنسبه لك، هو ده المستوى الاول. وابتدي ان انت طبعا حضرت المحاضره وفاهمها، ابتدي اقرا الكلام وابتدي حاول تفهم الكلام. اقرا قرايه سريعه كده، وهات ورقه بيضه تاني على جنب. ابتدي ان انت تحول هذا الكلام الممل الشاق الرخم الى مجموعه من الاسئله. حولها مثلا ل 10 اسئله. ولنفرض ان انا بذاكر مثلا درس البنزين العطري مثلا، اللي هو الاروماتيك بنزين، فمكتوب فيه مثلا ان في رياكشن اسمه الالكايليشن او الالكيليشن، وان انا بستخدم فيه عامل حفاز الاي ال سي ال 3. انت ما تقراش الكلام وتسكت، اجري على الورقه البيضاء حوله الاسئله. قول ايه هي عمليه الالكيليشن، هل ده رياكشن اضافه ولا رياكشن استبدال، هل ده اديشن ولا سبستيتيوشن؟ سؤال كده. السؤال الثاني ايه هو العامل الحفاز، وهكذا. تمسك الصفحه تحولها ل 10 اسئله وتسيب ال 10 اسئله على جنب، وتخش بقى يا معلم يلا على التحدي بتاعك.
خش يلا على التحدي بتاعك وامسك الصفحه وحاول ان انت تذاكرها وحاول ان انت تفهمها كويس على قد ما تقدر، لان انت مجرد ما هتسيب الصفحه وتقول انا خلصتها هتروح على صفحه الاسئله وتبتدي تسال نفسك ال10 اسئله دول. ده التحدي بالنسبه لك، ودي الميشن اللي بالنسبه لك، وانت والسكور بتاعك يا معلم. لو جبت والله 9 من 10، 10 من 10، انت ممتاز، انت جامد جدا. لازم انت تكافئ نفسك. خلي جنبك سكريات مثلا او حاجه مسكره، مخك بيحب السكريات جدا على فكره، فخد لك حاجه مسكره ومتع نفسك. كافئ نفسك باي حاجه انت بتحبها، قوم اتكلم مع حد، قوم اعمل مكالمه، المهم ان انت تكافئ نفسك لو فعلا نجحت في الاختبار ده. طب ولو فشلت، لو جبت 6 من 10 او 7 من 10، مذاكرتك للصفحه ما كانتش على القدر الكافي، ما فهمتهاش قوي او ما حفظتهاش قوي، يعني ايه الحل برضه؟ يعني اموت نفسي؟ بس عاقب نفسك. عاقب نفسك مثلا بحاجه ما بتحبهاش، ولنفرض 20 ضغط. انا عن نفسي ما بحبش الضغط، 20 ضغط كده مثلا او 30 ضغط، حاجه ما بتحبهاش كده. انت قدرت تحول الصفحه دي لميشن، لمستوى ليفل المفروض تعديه. لو جبت سكور حلو فيه 10 من 10، 9 من 10، بتاخد جايزه وبتاخد نقط. لكن لو جبت سكور وحش فيه 7 من 10، 6 من 10، تتعرض للعقاب، ولنفرض 20 ضغط او حاجه ما بتحبهاش. وكذلك الصفحه اللي بعدها، وكذلك الصفحه اللي بعدها. والله الحمد لله ربنا وفقك وعديت الثلاث مستويات ونجحت فيهم. كافئ نفسك بمكافاه كبيره بقى، انزل اتمشى، انزل تحت السوبر ماركت اشتري لك حاجه، اشتري لك عصير ولو ان الدنيا بقت غاليه. متع نفسك. هتلاقي نفسك ان انت خلصت المحاضره مخك لا لا عمل حاجه جديده النهارده، اتعرض لحاجه جديده. ده يعني انا كده لو انا اجتهدت في الصفحه دي قوي وجبت سكور حلو، انا هتكافئ ولو ما ذاكرتش انا هتعاقب ايوه. فمخك على قد ما ان هو خايف من فكره العقاب وحابب المكسب، بيبتدي ان يحصل له ريسيتنج كده واعاده ضبط، وبيبقى مبسوط جدا ان هو دخل في كومبيتيشن وان هو دخل في حاجه ممتعه، زيه زي العامل، زيه زي الموظف، زيه زي كذا. مش مجرد مهام روتينيه وعمال ان انا اقرا في كلام وبمل وبنام. خلي بالك لو انت بجد عملت الموضوع ده، انسى ان انت تبقى قاعد بتذاكر وانت في التحدي ده وتنام مثلا، او تمل مثلا، او تقرا الكلام وانت مش فاهمه. ازاي يا ابني وانت عندك كمان شويه تحدي؟ لا اما تجيب سكور عالي لا اما تجيب سكور واطي، مفيش الكلام ده. بجد بجد انت هتحول المذاكره بتاعتك 180 درجه عشان تقدر تذاكر ال 50 يوم اللي جايين عليك بكفاءه، وتقدر تحقق ال 12 ساعه اللي نفسك فيهم دول، وربنا يوفقك.